السلام عليكم. اهلا بكم اخواتي وحبايبي في حلقه جديده من حلقات قناتنا وقناتكم قناه المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. كنا اتكلمنا في الحلقات السابقه عن موضوع السمسره العقاريه والتطوير العقاري والفرق ما بينهم، وادعوكم ان انتم تشاهدوها لان ده هيفرق بالنسبه لكم كتير جدا ان شاء الله في الفتره. خلينا النهارده هنتكلم مع بعض في جزئيه جديده. كان النهارده نزل قرار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلونا نشوفه مع بعض النهاردة بخصوص موضوع السمسرة العقارية. خلينا نشوف على الشاشة الموضوع ما بيننا وبين بعض دلوقتي، الموضوع بتاع السمسرة العقارية، وادعوكم لمشاهدته دلوقتي واحنا بنتكلم مع بعض. عندنا دلوقتي اللي هو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية زي ما حضراتكم شايفين، اللي هو القرار رقم 578 لسنة 2020. القرار ده قال ايه بقى؟ في شأن تحديد انواع اوقات السماسرة العقاريين. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا عشان نقيد السمسرة العقارية ونحطها في السجل التجاري سواء شركة او منشأة فردية، لازم ان احنا بنسجلها في هيئة الصادرات والواردات في بند اسمه بند السمسرة العقارية. طيب عشان اسجله في بند السمسرة العقارية ده، كنت ان انا بدفع في حدود 3000 جنيه تقريبا عشان اخد السمسرة العقارية واضيفها على السجل التجاري بتاعي. وبعد كده لما يطلع السجل التجاري بمشي في اجراءات ان انا بستخدم وبطلع الاشتراك الخاص بترخيص المهنة بتاعتي، اللي هو ترخيص السمسرة العقارية. جه هنا القرار اللي انتم شايفينه قدامكم دلوقتي. القرار ده نظم موضوع الترخيص. كان الاول اي حد يحط كلمه سمساره او وساطه عقاريه يقدر يرخص عادي خالص. دلوقتي لا، بقى في نظام لجزئيه الترخيص والتسجيل في هيئه الصادرات والواردات. والقرار ده زي ما انتم شايفين مع بعض كده قال لك ايه؟ قال لك بعد الاطلاع على قانون تنظيم اعمال الوكاله التجاريه بعد اعمال الوساطه، وعلى اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم اعمال الوكاله التجاريه، وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرر المادة الأولى يقيد السمسرة العقارية أو يقيد السماسرة العقاريين في سجل السماسرة العقاريين. أول حاجة هيتم عمل جدول للسماسرة العقاريين المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات زي ما قلنا على حضراتكم. إلى الآن مفيش أي تغيير. هنيجي بقى للجزئية الأهم دلوقتي اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها. الجزئية الأولى إن هو قسمهم لأنواع أعمالهم. قال لك النوع الأول نوع سمسار بيع، وعرف موضوع سمسار البيع. سمسار البيع قال لك من يقوم بأعمال السمسار أو السعي أو توسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع. الجزئية الثانية قال لك في حاجة اسمها سمسار الشراء، اللي هو ايه؟ من يقوم بأعمال السمسارة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح المشتري. في عندك جزئية جديدة، ايه هي؟ قال لك ضاف لك جزئية جديدة اللي هي جزئية سمسار مزدوج. مين السمسار المزدوج ده؟ عرفه قال لك اللي هو بيقوم بالعملين، اللي هو سمسار بيع زي ما قلنا قبل كده، وسمسار اللي هو الشراء. ده السمسار المزدوج اللي هو بيقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع وشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع والمشتري بموجب عقد سمسرة مزدوج. قال لك في واحد تاني رابع اللي هو سمسار الإيجار، اللي هو بيقوم بمين؟ بيقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بتأجير العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح المؤجر أو المستأجر. ويجوز أن يقيد السمسار العقاري في أكثر من سجل. يعني حضرتك سواء سمسار بيع أو سمسار شراء أو سمسار مزدوج او حتى استمسار ايجار، ممكن ان انت تتسجل باكتر من نوع من انواع السمسره. بس هو في جزئيه تانية كمان ضافها معانا، اللي هي ايه؟ قال لك حدد كمان فئات السمسره العقاريه وحط شروط لقيد لكل فئه. ايه هي الفئات ديت؟ اول فئه معانا اللي هي قال لك اللي هي الفئه الالف، اللي هو من يقوم باعمال السمسره او السعي او التوسط لابرام العقود المتعلقه بالعقارات والاراضي المبنيه او الفضاء اللي بتتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه. يعني انت لو حضرتك هتقوم باي عمل من اعمال السمسره لاي اراضي او مباني فضاء قيمتها بتتجاوز اكتر، او عقارات حتى كمان
قيمتها بتتجاوز 100 مليون جنيه بيحط شروط للجزئيه دي. ايه هي؟ الا يقل راس مال السمسار العقاري عن مليون جنيه، يعني حضرتك تحط في السجل التجاري راس المال بتاعك ما يقلش عن مليون جنيه، وكمان او ما يعادله من العملات الاجنبيه طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ طلب القيد. قال لك الفئه الثانيه اللي هو بيقوم باعمال السمساره او السعي او التوسط لابرام العقود المتعلقه بالعقارات والوحدات والاراضي المبنيه والفضاء اللي بتتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه. قال لك دي ايه؟ بيقيد براس مال السمسار العقاري لا يقل عن 500,000 جنيه. يعني حضرتك برضه في السجل التجاري بتاعك راس المال بتاعك ما يقلش عن 500,000 جنيه او ما يوازيه بالعمله الاجنبيه من قبل البنك المركزي. حط لك فئه ثالثه اللي هي الفئه ج. قال لك اللي هو ايه؟ بيقوم برضه باعمال السمسره او البيع للعقارات او الاراضي الفضاء بتجاوز قيمته 10 مليون جنيه. ال 10 مليون جنيه ديت ايه المطلوب منه؟ مطلوب منه ان لا يقل راس المال بتاعه عن 50,000 جنيه مصري او ما يعادله باحدى العملات الاجنبيه. الفئه الاخيره معانا اللي هي الفئه الدال، برضه اللي هو بيقوم باعمال السمسره. قال لك ايه بقى؟ لا تتجاوز قيمتها، اللي هي لا تتجاوز يعني حضرتك بقى من صفر لحد 10 مليون جنيه، المهم ما تتجاوزش ال 10 مليون جنيه. بيشترط للقيد بهذه الفئه لا يقل راس مال السمسار العقاري عن 20,000 جنيه مصري لا غير او ما يعادله بالعملات الاجنبيه. يبقى احنا كده نرجع مع بعض لثلاث حاجات. اول حاجه ان هو حط لك تعريف السمسار، سواء سمسار بيع او سمسار شراء او سمسار مزدوج او سمسار ايجار. طيب لو انا هعمل اي حاجه من الحاجات ديت، قسم لك ده لفئات عشان تسجل في الجدول بتاعك: فئه الف وفئه ب وفئه ج وفئه د. فئه الف اللي احنا بنتكلم عليها ان راس مال ان هو بيبيع، لو بيبيع ب 100 مليون جنيه عقارات او اراضي فضاء، راس ماله ما يقلش عن كام؟ عن مليون جنيه. طيب لو بيبيع في حدود ال 500,000 جنيه، لو بيبيع في حدود 50 مليون جنيه، يبقى راس ماله ما يقلش عن 500,000 جنيه. طيب الفئه الجيم، لو بيبيع بتتجاوز 10 مليون جنيه، راس ماله ما يقلش عن كام؟ راس ماله ما يقلش عن 50,000 جنيه. طب الفئه د، لو بيتوسط لابرام العقود او الوحدات الاراضي الفضاء اقل من 10 مليون جنيه، يبقى راس ماله ما يقلش عن 20,000 جنيه. القرار ده طالع بتاريخ 16/12 لسنه 2025 من قبل وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه، ويبقى يعتبر القرار ده متفعل. ده بالنسبه للناس اللي شغالين في السمسره والوساطه العقاريه. مهم جدا ان هم يكونوا عارفين الموضوع ده كويس قوي، عشان لما يجي ياسس او يزود راس ماله بعد كده يكون وفقا للشروط الخاصه بيه. وان شاء الله هنتابعكم بكل جديد اول باول. لو عايزين تتابعونا هتلاقونا على طول دايما على قناتنا وقناتكم، قناه المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. وهتلاقوا القناه معاكم زي ما حضراتكم شايفين، قناه المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت على اليوتيوب، وحضراتكم تقدروا تتصفحوها، وهتلاقوا كمان قوائم التشغيل الخاصه بيها اللي انتوا تقدروا من خلالها ان انتوا تتابعوا الاحداث اول باول ان شاء الله. ولو في اي جديد تابعونا وراسلونا اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.